بيبدأ الفيلم بعملية تهريب بيعملها واحد اسمه دون، واللي بيكون واقف مع زعيم عصابة اسمه رانك. ولما بيتأكد ان دون معاه الدهب، رجالته بيطلعوا الأسلحة وبيكونوا ناويين على الخيانة، وبيطلبوا منه ان هو يرمي شنطة الدهب لإما هيقتلوه. ودون بيعرفهم ان هو هينسى الدهب اللي تمنه اكتر من $1,000,000، لكن عمره ما هينسى ان هم غدروا بيه. وبعدها بيرمي لهم الشنطة وبتنفجر بيهم، وبيطلع ان دون كان شاكك فيهم من الاول وعارف خطتهم. وفي مكان تاني وبالتحديد في مدينة مومباي، بنشوف ضابط من الانتربول اسمه سينج، واللي بيكون في اجتماع مع مجموعة من ضباط تانيين، وبيعرفهم ان هو اشتغل مع عدد كبير من الضباط في مختلف دول العالم، لكن دي اول زيارة ليا في الهند. وبيدي لواحد منهم اسمه غبطة ملف، وبيعرفوا ان الملف ده فيه اسماء المجرمين اللي مطلوبين على مستوى العالم، وبيعرفهم ان المجرمين دول بيشتغلوا في كل حاجة غلط ممكن تتخيلوها، من تجارة اسلحة ومخدرات وتهريب دهب وغيره. وبيعرفهم ان هم كلهم اتقبض عليهم قبل كده، بس للاسف بيطلعوا براءة لانهم مش بيقدروا يمسكوا عليهم دليل كافي. وبيعرفهم كمان ان الانتربول قدر يعرف ان كلهم اتجمعوا في مدينة مومباي واستقروا فيها، وبيحذرهم وبيعرفهم ان المجرمين دول كلهم حاجة ودون لوحده حاجة تانية خالص. وبعدها بنشوف دون وهو بيقتل واحد من رجالته، ولما بيدخل باقي العصابة بتاعته على صوت الرصاص، واحد منهم اسمه رانينج بيسأل دون ليه قتله، لكن دون بيتجاهل كلامه وبيطلب من واحد تاني من رجالته اسمه رميش انه يخلع جزمة الشخص اللي قتله ده. ورجالته كلها بتتصدم لما بيلاقوه مخبي ورقة فيها معلومات عنهم كلهم. ودون بيعرفهم ان هو كان خاين وكان بينقل كل تحركاتنا للشرطة، وبيعرفهم ان اي حد هيخونه هيكون مصيره الموت زي ما هو عمل فيه بالظبط. وبعدها سينج بيوصل له خبر قتل العميل اللي هو كان بيشتغل معاه، وبيتكلم مع 2 من الضباط وبيعرفهم ان هو كان متوقع ان هم يكشفوه، وده لان في ضباط كتير معانا عارفين ان احنا مجندين واحد من رجالة دون، واكيد دون هو كمان مجند ناس من عندنا هنا. وبعد ما بيخلص كلام معاهم، بيسأل واحد منهم عن الساعة، وبيلاحظ ان هو لابس ساعة غالية جدا مش في مقدرة اي ضابط ان هو يشتري واحدة زيها. ولما بيسألوا عليها، بيلاحظ ان الضابط ده اتوتر، وبيعرفوا ان هي جايه له هدية. وبعدها بنشوف رميش وهو مع خطيبته في فندق، وفي الوقت ده بتيجي اخته وبتقعد معاهم وبتتكلم مع خطيبته، وبتطلب منها انها تحاول تقنعه ان هو يستقيل من شغله. وبنعرف ان هو واحد من رجال الدون، وبيكون خايف ان هو يستقيل من شغله لانه لو عرفوا حاجة زي كده هيقتلوه، وعلشان كده بيقرر انه يهرب هو وخطيبته كامبيني. وبعدها بنشوف دون وهو في الساونا، وبيجي رانينج وبيتكلم معاه، وبيعرفه ان رميش بيخطط علشان يهرب، وانهم لازم يقتلوه لان كده هيكون خطر عليهم. وما كانش قدام دون غير ان هو يشوف طريقة يقتلوا بيها في اسرع وقت، وعلى طول بيروح له في الفندق اللي هو قاعد فيه. ولما رميش بيعرف ان هو موجود، بيترعب من الخوف، وعلى طول بياخد شنطته وبيطلع من باب تاني، وبيفضل يجري بسرعة في الشارع لحد ما بيوقف تاكسي، وبيطلب من سواق التاكسي ان هو ياخده للمطار بسرعة. وكانت الصدمة ليه لما السواق بيلفله وبيعرف ان هو دون. وتاني يوم بنشوف كامبيني وهي في المشرحة علشان تتعرف على جثة رميش، واللي اول لما بتشوفه بتنهار وبتفتكر كلامه، وبتفتكر وقت ما قالها ان هي متعرفش دون كويس، وان لو عرف ان انا فكرت حتى ان انا اسيب الشغل هيقتلني من غير اي رحمة. وفي الوقت ده بتقرر ان هي تنتقم له من دون، وعلى طول بتروح لدون وبتتعرف عليه، وبتعرفه ان هي اسمها سونيا، وبتحاول تقرب منه اكتر وبتسلم له نفسها، وبتعرفه ان هي عملت كده لانها حبته من اول ما شافته. لكن دون وقتها ما كانش واخد للموضوع اي اهتمام، وده لان دون ما كانش بيحب البنت السهلة. ولما بيدخل الحمام، كان بيني بتطلع مسدسه من تحت المخدة وبتفضي كل الطلقات اللي فيه، وبعدها بتتصل على غبطة وبتعرفها ان دون معاها في الفندق. وبعد ما بتديله العنوان، غبطة بيطلب منها انها تحاول تعطله باي شكل، وفجأة دوم بيخرج وهي بتتكلم وبتتوتر وبتعمل ان هي بتكلم عمتها. ولما دوم بيكون عايز يمشي، بتحاول ان هي تغريه وتغني وترقص علشان تكسب اكتر وقت لحد ما غبطة يجي ويقبض عليه. وفعلا بتنجح خطتها وبتوصل الشرطة، وبيشوفها دون وبيعرف ان هي ما كانتش بتكلم عمتها ولا حاجة، وان هي اللي اتصلت عليهم علشان يجوا يقبضوا عليه. ووقتها كان بيني بتعرفه ان هي كان لازم تنتقم منه، وانها سمحت لنفسها ان واحد قذر زيه يلمسها علشان بس تنتقم لموت خطيبها. ولما بيروح علشان يجيب سلاحه، بتعرفه ان الخزنة فاضية وان ما قداموش اي حل دلوقتي غير ان هو يسلم نفسه. لكن الغريب ان دول ما كانش خايف حتى ولا حتى متوتر، وبيعرفها ان رجالة الشرطة مستنيينه في اكتر من 11 دولة، وبيأكد لها ان مستحيل يتقبض عليه. وبعدها بياخدها وبينزل وهو رافع عليها سلاح وحاطط لزقة على بقها علشان ما تعرفش حد ان السلاح اللي معاه فاضي، وبكده هيسيبوه يهرب لما يعرفوا ان حياتها في خطر. وفعلا ده اللي بيحصل لانه بيهدد غبطة وبيعرفه ان هو لو بعت اي حد وراه هيقتل كامبيني، وبيقدر ان هو يركبها معاه العربية ويهرب.
وتاني يوم بنشوف روما اخت ماريش وهي في المشرحة، والدكتور بيعرفها ان هم لقوا جثة اخوها في تاكسي على الطريق السريع، وانهم بعدها لقوا جثة كامبيني برضو على الطريق وهي كانت مربوطة، وتقريبا كده ان هي اترمت من العربية وهي ماشية على سرعة. وفي الوقت ده روما بتتحكم في نفسها وبتحاول ان هي ما تنهارش، وبتدي للدكتور فلوس وبتطلب منه بعد ما يخلص تشريحهم يولع في جثثهم. والدكتور بيكون مستغرب من تصرفاتها، ولما بيسألها مش عايزة تشوف اخوكي مرة اخيرة، روما بترفض وبتقوله ان هي مش هتستفيد حاجة من ده، وبتسيبه وبتمشي وبتروح لمدرب كاراتيه مشهور. ولما بتطلب منه ان هو يعلمها بيفضل يضحك ويستهتر بيها، ولما بيحاول ان هو يتحرش بيها بتضربه وبيندم على اللي هو عمله، وعلى طول بيعجب بشجاعتها وبيطلع ان دي كانت خطة عاملها، وبيعرفها ان هي نجحت في الاختبار الاول وبيوافق على تدريبها. وبعد فترة كبيرة بنشوفها وهي داخلة مطعم، وبيكون رانينج وواحد تاني من رجال الدون في المطعم ده، واول حاجة بتعملها انها بتولع سيجارة من رانينج وبتروح تقعد لوحدها. وبعدها على طول بتدخل الشرطة وبيعرفوها انها متهمة في جريمة قتل، وان معاهم امر بالقبض عليها، وبتمثل عليهم انها تعبانة وبيغم عليها، وبتوطي على الارض وبتخرج سلاح من رجل البنطلون وبتقتل واحد منهم، وبتضرب التاني رصاصة في رجله وبتطلع تجري. وبعدها بيخرج رانينج مع الشخص التاني ده وبيركبوا العربية علشان يطلعوا وراها، وكانت الصدمة ليهم لما بيلاقوها معاهم في العربية ورفع عليهم سلاحها، وبتطلب منهم انهم يهربوها بسرعة من المكان ده، وبيسوق بسرعة وبياخدها معاه للمكان اللي فيه دون. وطبعا بتطلع ان كل دي خطة معمولة مع المدرب بتاعها، وان الاتنين اللي جم قدامها دول ما كانوش ظباط ولا حاجة، وانها عملت كده علشان تقرب من دون اكتر وتعرف كل اخباره. وهناك بتتكلم مع واحد اسمه فكرام، واللي بيرفض انها تشتغل معاهم في العصابة بتاعتهم لانه كان شايف ان هي مش مؤهلة للشغل معاهم. ووقتها بتكون روما جواها بركان غضب وبتهجم عليه وبتفضل تضرب فيه بكل انتقام لحد ما بيستسلم، وبيكون دون مراقبها من بعيد وبيعجب باللي هي عملته وبيحييها على شجاعتها وبيعرفها ان هي هتشتغل معاهم. وبعدها بترجع للمدرب بتاعها وبتكون مبسوطة ان الخطة اللي عملوها نجحت. وتاني يوم بنشوفها مع دون وهم بيلعبوا كوتشينة، ووقتها بيجيله اتصال ورانينج اللي بيرد وبيعرفوا ان اللي اتصل هو ترشاد زعيم العصابة، وانه موجود في المدينة وهيقابله عند الشط بعد ساعة. وفي الوقت ده بتكون الشرطة سامعة كل مكالماتهم، ودون بيجهز الفلوس وبيتحرك للشط، لكن هناك بيتفاجئ ان غبطة موجود علشان يقبض عليه، وعلى طول بيرمي عليهم الشنطة اللي بيكون فيها قنبلة مسيلة للدموع، وبيقدر ان هو ياخد عربيته ويهرب بسرعة. وبيبدأوا هما كمان يطاردوه لحد ما بتدخل عربيته في شجرة وبتعطل، وما كانش قدامه غير ان هو ينزل منها ويطلع يجري. وبعد مطاردة كبيرة بيقدر غبطة ان هو يضربه بالرصاص في ظهره، ولما دون بيلاقي ان مفيش اي مفر للهروب بيضطر ان هو يرمي نفسه في النهر. وبعدها بنشوف غبطة وهو بيتكلم مع واحد من الفريق بتاعه وبيعرفه ان دون مش هيقدر يهرب بعيد لانه مصاب. وفعلا بيركب العربية وبيتحرك، وبيتفاجئ ان دون موجود ورافع عليه سلاح وبيطلب منه ان هو يهربه بعيد عن المكان ده، وده طبعا لانه ما كانش هيقدر يهرب لوحده وهو مصاب. وفي وسط الطريق بيحاول ان هو يستغل تعبه ويخطف منه السلاح، لكن كانت المفاجأة ليه لما بيلاقي ان دون مات، وعلى طول بياخد جثته وبيروح الكنيسة وبيطلب من الكاهن ان هو يعمل مراسم الدفن من غير ما يقول لحد، وان الموضوع ده يفضل سر بينهم. ولما بيرجع وبيقابل الصحافة ما بيرضاش يعرفهم ان دون مات، لانه كان عايز يستفيد من اللي حصل ده ويعمل خطة يقدر يقبض بيها على العصابات كلها. وبعدها بنشوف روما وهي بتتكلم مع المدرب بتاعها وبتقول له ان دون ما ينفعش يموت موتة عادية، لانه لازم يموت على ايديها وتنتقم لاخوها. بعدها بيظهر شخص تاني اسمه فيجي، واللي بيكون شكله شبه دون بالظبط، وبنعرف ان فيجي ده واحد فقير جدا حياته كلها كانت في الشارع، وكان بيحاول ان هو يساعد طفلين هما كمان كانت حياتهم في الشارع زيه، وكان بيصرف عليهم وكان نفسه ان هو يدخلهم المدرسة ويخلي حياتهم كويسة. وبعد فترة بيقدر غبطة ان هو يوصل لمكانه، وعلى طول بيوريله صورة لدون، واللي طبعا بيتصدم لما بيشوفها لان الشبه بيكون كبير جدا. وغبطة بيعرفه ان الشخص ده مات، وانه عايز يمثل شخصيته ويعيش حياته ويدخله بين العصابات مرة تانية علشان يساعدهم انهم يقبضوا عليهم. وطبعا فيجي بيرفض في البداية لانه كان شايف نفسه جبان وانهم هيكشفوه في اسرع وقت ويقتلوه، لكن غبطة بيقدر يقنعه وبيعرفه ان هو هيدربه كويس، وانه لو وافق يعمل كده هيساعده في انه يدخل الاطفال دي مدرسة كويسة، ويحاول كمان ان هو يدور على اهاليهم ويرجعهم ليهم. وبيكون ولد الاطفال دي وقتها في السجن، وبنشوفه هو بيتكلم مع مسجون تاني وبيعرفه انه سبب دخوله السجن لما قررت ان انا اسيب الشغل القذر اللي كنت شغال فيه، وان اول ما قررت ان انا اربي عيالي بالحلال اتقبض عليا،
وبيبتدي يحكي له على قصته كلها، وبيعرفه ان هو في يوم وهو راجع من شغله في المزرعة قابل صديق ليه اسمه رانينج، وفي الوقت ده عرض عليا انه يوصلني، وفي الطريق طلب مني ان اشتغل معاه لكن رفضت، وده لاني كنت عارف ان شغله كله شمال. واول لما رجعت البيت ولادي عرفوني ان امهم تعبت وراحت المستشفى، وكانت الصدمة ليا لما الدكتور عرفني ان حالتها خطيرة وانهم لازم يجيبوا دكاترة من بره علشان يعالجوها. وكانت الصدمة الاكبر ليا لما رجعت تاني يوم الشغل ولقيت صاحب المزرعة رافض ان هو يشغلنا عنده، وده لان رجال الدون هم اللي طلبوا منه يعمل كده علشان ما يكونش قدامه حل غير ان اشتغل معاهم. وفعلا اشتغلت معاهم ونفذت لهم عملية وسرقت خزنة من عربية قبل ما توصل للبنك. بس للأسف لما رجعت المستشفى لقيت غبطة مفتش الشرطة واقف مستنيني وقبض عليا، وكانت نهاية السجن زي ما انت شايف. واللي عرفته بعدها كمان ان مراتي ماتت وولادي الاتنين اتشردوا ومحدش عارف مكانهم فين، وبيكون جواه بركان غضب من مفتش الشرطة غبطة لانه كان حاسس ان هو السبب في كل اللي حصل له ده. وعلى الرغم من الكره اللي كان بيكرهه غبطة بيكون في الوقت ده وفى بوعده لفيجي ودخل الطفلين مدرسة كويسة وكانوا مبسوطين جدا. وبعدها فيجي بيوافق على المهمة وبيعرفه ان هو مستعد يعمل له كل اللي هو عايزه، وعلى طول غبطة بياخده وبيعرفه كل المعلومات اللي يعرفها عن دون، وبيفهمه ان هو لما يرجع للعصابة هيمثل قدامهم ان هو فاقد الذاكرة، وبالطريقة دي هتقدر تعرف كل المعلومات اللي احنا معرفناهاش عن دون. وغبطة بيتصل بالشرطة من رقم غريب وبيعرفهم مكان دون، وعلى طول بتيجي الشرطة وبتقبض عليه. بعدها واحد من رجال الدون بيكون عايز يهربه في الوقت اللي هيترحل فيه على السجن، لكن روما بتعترض وبتقول لهم احنا لازم ننقذه دلوقتي وهو في المستشفى، لان في الوقت اللي هينقلوه السجن هيكون حواليه حراسة شديدة. وعلى طول تاني يوم بيبدأوا في تنفيذ خطتهم، وبتقدر روما ان هي تهربه بعد ما بيتنكر في شكل ممرضة، وبياخدوه للمقر بتاعهم ورجالته بيعرفوه ان هم هيحاولوا يساعدوه علشان ذاكرته ترجع بسرعة. ورانينج بيوريه دفتر وبيعرفه ان الدفتر ده فيه اسماء كل الاشخاص اللي احنا بنشتغل معاهم. وبعدها روما بتروح للمدرب بتاعها وبتعرفه ان هي مش هتقتل دون طول ما هو فاقد الذاكرة، وده لانها كانت عايزة تعرفه قبل ما تقتله ان هو قتل اخوها من غير اي رحمة. بعدها فيجي بيعرفهم ان ذاكرته رجعت، وده طبعا بعد ما بيكون خلاص عرف كل حاجة عن حياة دون. وبتكون روما وقتها بدأت تقرب منه اكتر، وده كان مضايق بنت تانية من العصابة لانها كانت بتحب دون. بعدها رانينج بيعرف دون ان عندهم عملية تهريب النهاردة، وروما بتقترح عليه ان هي تروح معاه، ورانينج بيطمن دون وبيعرفه ان هي بقت بتستخدم السلاح دلوقتي كويس، وفعلا بتروح معاهم. ودون بيطلب منها انها تستناهم في العربية، وبعد ما بيرجع بيتفاجئ لما بيلاقيها رافعة عليه السلاح، وبتعرفه ان هي كانت مستنية اللحظة دي من زمان، وكانت الصدمة ليها لما بتيجي تقتله ما بتلاقيش رصاص في الخزنة، وعلشان تنقذ نفسها بتمثل ان هي كانت بتهزر معاه. وبنعرف ان البنت اللي بتغير منها وبتحب دون هي اللي فضت الرصاص من الخزنة بتاعتها، وده لانها كانت عايزة تنتقم منها علشان لو الشرطة هجمت عليهم ما تلاقيش حاجة تدافع بيها عن نفسها. وبتكون روما عارفة ان هي اللي عملت كده وبتفضل تبصلها بكل انتقام. وبعدها دون ورانينج بيروحوا للخزنة علشان ياخدوا الفلوس، وهناك بيكون موجود الدفتر اللي فيه كل المعلومات عن دون واللي غبت عايزه. ودون بيوقع شنطة الفلوس على الارض وبيستغل ان رانينج بيلمها وبيبدل الدفتر بدفتر تاني شبهه بالظبط. وبعدها بيروح يتصل بغبطة وبيعرفه ان الدفتر ده ممكن يوصلهم للراس الكبيرة، وعلشان يقدر يوصل الدفتر ده بيعرف رانينج ان هو يروح لحد بيت غبطة علشان يقتله، وده لانه معطل شغلنا ونفسه ان هو يقبض عليا باي شكل. وتاني يوم بيروح للبيت اللي هو ساكن فيه وبيطلع للمبنى ده عن طريق الحبل، لكن بيتفاجئ بروما قبل ما يوصل للسطح وهي معاها سكينة وعايزة تقطع الحبل، وبتعرفه ان هي بتنتقم منه لانه قتل رميش اخوها. ولما فيجي بيحاول يقنعها ان هو مش دون، روما طبعا ما بتكونش مصدقه وبتقطع الحبل، ولحسن حظ فيجي بيقع في حمام السباحه وما بيحصلوش حاجه. ولما روما بتنزل بيحاول يفهمها تاني ان هو مش دون لحد ما بيظهر غبطة وبيبدأ ان هو يحكي لها على الحكايه كلها. ولما روما بتقتنع بتعتذر لفيجي وبتسأله ايه السبب اللي خلاك توافق على المهمة الخطيرة دي، وفيجي بياخدها للمدرسة اللي الطفلين موجودين فيها وبيعرفها ان هو ممكن يضحي بحياته كلها علشانهم، وان الطفلين دول امهم ماتت وما يعرفوش اي حاجة عن ابوهم. وفي نفس الوقت بيكون دارم والد الاطفال دي خرج من السجن وبيدور عليهم. وتاني يوم بيتصل دون على المفتش وبيعرفه ان كل العصابات هتتجمع النهارده بالليل، وانه عرف ان الراس الكبيرة اسمه فردان، لكن ما قدرش يعرف هو مين ولا حتى شكله عامل ازاي. ولما بيقفل معاه بيتصدم لما بيعرف ان في بنت من العصابة سمعته وبيلحقها قبل ما تصرخ وبيكتم نفسها وبيحبسها في الأوضة. وبالليل وفي اسم الشرطة دارم بيروح لغبطة وبيرفع على سلاح وبيعرفه ان هو هيقتله
بيساعده لانه كان السبب في كل اللي حصل له، وبيفهم من كلامه ان الاطفال اللي مع فيجي هم ولاده، وبيطلب منه ان هو ينزل سلاحه، وبيعرفه ان هو عارف فين مكان عياله، وما كانش قدام ضرم غير ان هو يصدقه ويروح معاه. بعدها فيجي وهو في الحفلة اللي بيكون فيها كل العصابات بيحاول ان هو يشغلهم لحد ما الشرطة بتيجي وبتقبض عليهم، لكن هو كمان بيتقبض عليه لان غوبتا هو الوحيد في الشرطة كلها اللي كان عارف بالخطة اللي هم اتفقوا عليها. ولما بيروح اسم الشرطة بيحاول يقنع الضابط ان هو مش دون، وانه كان عامل سر الغوبتا مفتش الشرطة، لكن كلهم بيفكروا ان هو بيكذب عليهم. ولما بيطلب منهم انهم يستدعوا المفتش غوبتا ويسألوه، كانت الصدمة ليه لما بيعرفوه ان غوبتا اتصاب اصابات خطيرة وانه دلوقتي في غيبوبة ومحجوز في المستشفى. وكانت الصدمة لدون لما بيروح المستشفى وبيلاقيه مات. وبعدها بيخرج فيجي مع الضباط وبيعرف سينج ان هو ادى الغوبتا دفتر لونه احمر في كل المعلومات عن دون وعن الراس الكبيرة، ولو لقيت الدفتر فعلا زي ما انا قلت لك هتتأكد ان انا فعلا مش دون. وفعلا سينج بيديله فرصة وبياخده وبيروح لبيت غوبتا، لكن بيكون واضح ان في حد دخل البيت قبلهم وسرق الدفتر ده، وبكده ما بيبقاش قدام فيجي فرصة ان هو يثبت براءته. وبعدها بيتحط في الزنزانة مع باقي العصابة اللي بيكونوا متأكدين كلهم ان هو مش دون. وساعتها سينج بيتكلم مع فارما وبيقول له ان هم لازم ينقلوهم لسجن تاني لان خطر عليهم يخلوهم في سجن بسيط زي ده، ولازم ان هم يتنقلوا لسجن شديد الحراسة. وفعلا بيبدأوا يتحركوا علشان ينقلوهم لسجن تاني، وفي الطريق بيحاول فيجي يستفز واحد من افراد العصابة لحد ما بيقوموا يتخانقوا مع بعض، ومن كتر العركة اللي بتكون بينهم العربية بتخبط في سور، وفيجي بيستغل ده وبيقدر يهرب من الشباك هو والعصابة، وعلى طول بيروح لروما وبيقول لها ان الحل الوحيد لاثبات براءته هو الدفتر ده. وروما بتعرفه ان اكيد الشخص اللي سرقه هيحاول ان هو يبيعه لرانينج، وبتقرر ان هي ترجع للعصابة تاني علشان تشوف ايه اللي بيحصل هناك، وده لانها هي الوحيدة اللي ما اتكشفتش. وفيجي بيديلها الميعاد اللي هم هيتقابلوا فيه بعد اسبوع، وبيطلع ان اللي واخد الدفتر ده هو ضرم ابو الطفلين، واللي قرر ان هو يستغل الدفتر ده ويبيعه علشان يكون غني. وبيكون غوبتا كاتب في جواب للانتربول بيعترف فيه ان دون الحقيقي مات، وانه جاب شخص تاني اسمه فيجي ودخله في وسط العصابة دي علشان يساعده في انه يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت ده فيجي بتكون شافته الشرطة وبتجري وراه وبيفضلوا يطاردوه لحد ما بالصدفة بيدخل بيت ضرم، ولما بتوصل الشرطة بيعرفهم ان مفيش حد معاه، وبعد ما بيمشوا بيندى على فيجي وبيقول له يهرب من الباب التاني. وبعدها بيقابل روما، لكن بتكون الشرطة مراقباها وبتعرف مكانهم، وبيطلعوا يجروا لحد ما بيدخلوا في وسط ناس بتشرب، وفيجي بيقعد يشرب معاهم، ومن كتر ما كانوا سكرانين بيفضلوا يرقصوا، وكان من الواضح كده ان هما وروما بيحبوا بعض. وبعدها بيروح يتصل على سينج اللي بيطلب منه ان هو يسلم نفسه احسن للعدالة، وفيجي بيعرف ان هو هيعمل كده بس بعد ما يلاقي الدفتر اللي هيثبت بيه براءته، وبيطلب منه ان هو يقابله، وعلى طول بيتقابلوا تاني يوم. وبيستغرب ان سينج بيقول له انا متأكد ان انت مش دون، وفيجي بيقول له مادام انت عارف ليه ما قلتش لباقي الضباط. وفجأة بيلاقي قدامه كل عصابة دون، وكانت الصدمة ليه لما سينج بيعرف ان هو فردان الراس الكبيرة للعصابات كلها. وعلى طول بيحاول فيجي ان هو يهرب، وبيروح لبيت فارما وبيسيب له رسالة يعرفه فيها ان سينج ضابط الانتربول هو فردان زعيم العصابة الكبير. وبيطلع ان فردان ده كان خاطف الضابط الاصلي اللي هو اسمه سينج، وكان منتحل شخصيته وقدر ان هو يضحك على الشرطة كلها ويعرفهم ان هو سينج ضابط الانتربول. وبيكون فيجي وقتها بيراقب واحد من العصابة لحد ما بيدخل البيت، وبيدخل وراه وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام، وبيعترف له ان فردان هو اللي قتل غوبتا لانه كان عارف ان هو مش سينج الحقيقي. وفيجي بيطلب منه ان هو يروح معاه اسم الشرطة ويعترف بده، لكن بيقدر ان هو يضربه ويهرب من الشباك. وعلى طول بيروح لفردان وبيحكي له على كل اللي حصل، ولما بيعرف ان فيجي عنده طفلين بيحبهم بيطلب من رانينج ان هو يخطف الطفلين دول. ووقتها بتكون روما واقفة معاهم وبتعرف ان هم عايزين يخطفوا الطفلين بس ما بتقدرش تمنعهم ان هم يخطفوهم. وفي نفس الوقت بيجي ضرم ابوهم لرانينج علشان يبيع له الدفتر، لكن وقتها بيوصل فارما والكل بيستخبى وضرم بيدخل اول اوضه تقابله. وكانت المفاجاه ليه لما بيلاقي ولاده موجودين قدامه وبيطلب منهم ان هم ما يعرفوش حد ان هو ابوهم، وانه هيجي لهم تاني بالليل علشان يهربهم. وبيكون وقتها فيجي مع روما وبيطلب منها انها تعرفه بمكان الاطفال علشان يروح يهربهم. ولما بيجي الليل بيرجع ضرم تاني لنفس المكان علشان يهرب عياله، لكن افراد العصابة بيشوفوه وبيدخل بسرعة وبيقفل الباب.
وبيلاقي حبل طويل في الأوضة وبيكون عايز يهرب بيه وبيرميه على مبنى مقابل ليهم، ولما بيتأكد ان هو متين بيشيل اولاده وبيبدأ يمشي على الحبل، وبعدها العصابة بتكسر الباب وبتدخل تقطع الحبل، لكن بيقدر دارم ان هو ينقذهم وبينزل بيهم على الارض وبيطلع يجري. وبيكون فيجي هو كمان وصل للمبنى، ولما بيشوفهم بيطلع وراهم لانه بيكون فاكر دارم تبع العصابة، ودارم كمان كان فاكر فيجي تبع العصابة، وبيطلب من اولاده ان هم يستنوه وبيروح له وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبعدها بتيجي الاطفال وبتندع على ابوهم وبيعرفوه ان فيجي هو الشخص الوحيد اللي كان مهتم بيهم، ودارم بيعتذر له وبيكون عايز يقدم له اي مساعدة، لكن وقتها بتوصل الشرطة وبيهرب فيجي بسرعة. وتاني يوم فردان بيبعت روما بشنطة فيها $1,000,000 علشان تقابل دارم وتديله الفلوس وتاخد الدفتر، وبعد ما بتمشي بيطلب من باقي رجالته انهم يراقبوها كويس، ولما تتأكدوا ان هي وصلت لدارم اقتلوهم هما الاتنين. وفعلا بعد ما بتستلم الدفتر بيوصل رانينج، لكن قبل ما يخلص عليهم بيجي فيجي وبيهاجمهم ودارم وروما بيساعدوه، لكن بعدها بيظهر فردان وهو مع الاطفال وبيهددهم ان هو هيخلص عليهم لو ما خدش الدفتر ده، وفيجي بيكون خايف على الاطفال وبيديله الدفتر، لكن فردان كان عايز يغدر بيه ويقتل الأطفال ويحرق قلبه عليهم، لكن قبل ما بيعمل كده طفل منهم بيخبطه بحديدة ويوقع المسدس منه، وعلى طول فيجي بيهجم عليه، لكن فردان بيرمي الدفتر في النار. ولما بتيجي الشرطة فردان بيعمل نفسه سنجي تاني وبيعرفهم ان هو كان موجود هنا علشان يقبض عليهم، وبيطلب منه ان هو يعتقل فيجي، لكن فيجي بيكون عمل عليه خطة وبيطلع الدفتر الحقيقي وبيعرفه ان الدفتر اللي اتحرق ده كان دفتر مزور. ولما بيحاول ان هو يهرب دارم بيوقعه على الارض وبيتقبض عليه، وبعدها بيخرجوا كلهم وهم مبسوطين ان اخيرا قدروا يثبتوا براءة فيجي، وبيخلص الفيلم على كده. اللي كتب السكريبت بتاع الفيلم ده مريم عبد الله، اداء صوت ومونتاج كريم عادل. ولو كنت لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك، فيا ريت ما تبخلش عليا باللايك واكتب لي في التعليقات كلمة بطل، وبكده هعرف ان انت كملت معايا ملخص الفيلم للاخر. وتحياتي لكل اخ واخت متابعني، يلا سلام.